بنعود مرة أخرى مشاهدينا وفقرة أدب وثقافة. الحقيقة موضوعنا النهاردة خاص بالمناعة، لكن اسم الكتاب كيمياء الحب والمرح والمناعة. لقائنا طبعا هيكون في تفاصيل أكتر ودراسات علمية عديدة عن هذا الموضوع وارتباط يعني كل من الحب والمرح والمناعة مع الأستاذ دكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية لأمراض المناعة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا دكتورة تغريد. يعني احنا بنتكلم على 3 أشياء أو يعني بنتكلم على حاجات أساسية في الحياة: الحب، المرح، المناعة. خلينا نبدأ بالحاجة اللي دايما الناس بتهتم بيها وهي الحب. نقدر نقول إن هي مرتبطة بالعين. تمام. هو الحقيقة الارتباط بداية لأنه مش العين بس، يعني لأن ساعات الأذن تعشق قبل العين أحيانا، فأحيانا الودن تعشق، اللي هو الاعتماد على الصوت. بالظبط. صحيح. أحيانا تحبي حد من خلال حكايات حد عنه، يعني الذاكرة نفسها. فهو الحب ببساطة شديدة إن هم عملوا يعني ليه تفسيرات عديدة، لكن لازم نفهم إن بداية الحب من حب الله سبحانه وتعالى هو الحب الأعظم. فمن خلال هذا الحب الأعظم ربنا حط في قلوبنا كلنا بذرة الحب، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا آدم ونفخ فيه من روحه، وبالتالي فكل الناس فيها جزء من صفات المولى عز وجل، ولكن غير مكتمل لأن الكمال لله وحده. فبالتالي احنا بنعتمد على الحواس لو احنا هنحب. لو احنا كمان الحاجة التانية اللي حضرتك فسرتها بشكل علمي جدا، وهي الترددات والكيمياء يعني ما بين الاشخاص. هل ان احنا بنستريح لبعض الشخصيات واشخاص تانيين بتقول ان انت لا مش مستريح، او ان انت عندك يعني مشكلة في التعامل او ما فيش هارموني او كيمياء. صح. احنا قلنا ان المدخل بيكون يا اما عن طريق الحواس او غيره، لكن اللي بيحصل ايه التغيرات بقى اللي بتحصل جوانا. ناس فسروها ان دي كيمياء، ناس فسروها ان ده بيولوجي، ناس فسروها ان دي فيزياء. كيمياء قال لك ان الواحد لما بيشوف حد بيحبه يعني لأول مرة او بيعجب بيه، بتطلع بعض الهرمونات والموصلات المناعية زي او المواد الكيميائيه زي الفينايل ايثايلامين. دي من ابناء عمومه الامفيتامينات. موضوع معقد جدا كده. يعني دي اللي هي عارفه الامفيتامينات اللي هي منشطات، دي من العيله دي. فيحس ان هو فكره الاندورفينز اللي هي مثلا ده الاندورفينز دي بعد كده. لكن الحب الجاري في الملتهب بيبقى فينايل ايثايلامين. الفينايل ايثايلامين ده اللي يخلي الواحد زي الفراشه كده وما بينامش الليل وقلبه يدق، وحاجات كتير من الولاد الصغيرين بيحسوا بيها يعني. فبيبدا ده الايه الانجذاب بقى اللي هو الحب الجاري في الملتهب. الحب الجاري في الملتهب ده ما بيقعدش كتير، يعني بتلاقيه في المعدل من 3 ل7 سنين، ولذلك لازم يحل محله حب العشر، اللي هو الحب الهادئ المستقر اللي فيه الاندورفينات او الافيونات الطبيعيه اللي هي بتجعل الانسان في حاله نفسيه ومزاجيه مستقره، ودي بتيجي من خلال العشر. وبعدين بعد كده طبعا الواحد لابد انه يجدد الحب الجارف ده، لانه ما تجيش هرشه 7 سنوات دلوقتي، ما تكملش 7 شهور. صحيح. يعني دلوقتي هرشه 7 سنوات دي نتيجه انخفاض الكيماويات اللي هي مسؤوله عن الحب الجاري في الملتهب. فتلاقي انه لابد من تجديد هذا الحب الجاري في الملتهب علشان خاطر يحصل نوع من الايه زي التحفيز يعني يبعدوا عن بعض شويه، يجيبوا هدايا لبعض، يقولوا لبعض. على فكره مهم جدا القول لتجديد هذا الحب الجاري في الملتهب، يعني التعبير عن المشاعر بشكل عام هو ده بيجدد الحب. والغريب ان ده الرسول عليه السلام قال: اذا احب احدكم اخاه فليقل له اني احبك فذلك يزيد الحب بينهم. فدايما التعبير عن المشاعر والمحبه ده مهم جدا.
ناس فسروها انها فيزياء. فيزياء ازاي؟ ان انا نتيجه ما بداخلي بتطلع موجات. الموجات دي كهرومغناطيسيه بتبعث وتستقبل للاشخاص المحيطين وللبتاع دي. فاذا كان ده اللي موجود، فاذا كانت موجاتي متناسقه مع موجات حضرتك، فبنبقى كويسين وظراف وبنحسين براحه نفسيه. لو احنا مختلفين تماما من غير ما نتكلم بتلاقي فيه نفور. يعني زي بالظبط انت دلوقتي احنا على القناه الثانيه مثلا، اللي جايب القناه الثانيه هو اللي بيشوفنا بس. ليه؟ لان جايب الموجه او التردد. حضرتك ذكرت الموضوع ده من خلال برامج الراديو او التلفزيون، بالزبط. ان انا برتبط بشخص معين لمجرد ان انا بستريح لكميته، او ان انا حاسس ان هو كميته متماشيه معايا. بالظبط. وموجاته موجاته انا بعرف استقبلها. دي بقدر احكم عليها ازاي يا فندم؟ بقدر احكم عليها ازاي؟ الاحساس. احساسك انت بالشخص. انت ساعات تقعدي مع واحد او واحده ما شفتهمش قبل كده، اللي هو بنقول ان ما فيش انسجام. وتحس انك انت متضايقه يعني، وفي طاقه سلبيه واصله لك، فمش طايقه تكملي 5 دقايق بيتكلم ما انتيش طايقه تسمعيه. فده على طول لازم تفهمي ان ده ما هواش على الموجه بتاعتك. العكس صحيح، ساعات تقعدي تتكلمي مع واحد لمده دقيقه ويتهيألك انك عارفاه بقالك سنين. فده كله من الحاجات اللي بتؤثر في الحب. ايضا في التفسير البيولوجي اللي هو الهرمونات بقى، انه في هرمون اسمه هرمون الحب او اللاف هرمون. ده اسمه الاوكسيتوسين، اسمه العلمي اوكسيتوسين. ده اللي بيطلع من الام بعد ما تخلف الجنين، يعني بعد ما تولد. هذا الهرمون عجيب جدا، وهو اللي بيوصل العلاقة الزوجية إلى حد الكمال، يعني أو الاستمتاع. بيستمتعوا بعضهم من خلال هذا الهرمون. الهرمون ده بيجي بالملامسة، يعني انك انت تطبطبي على مثلا زوجتك او تطبطبي على اللي احنا بنشعر بالحنية مثلا. بالظبط. ده بيفرز هذا الهرمون. وايضا الكلام الحلو ايضا من الحاجات اللي هي بتحسن او افراز هذا الهرمون. حاجات كثيره بتفسر الحب. لكن مين السبب بقى؟ ده وضع تاني. القلب ولا العين في الحب؟ ده الحقيقه انا كنت زمان لما بسمع الغنوه دي، القلب ولا العين مين السبب في الحب، كنت بقول لا القلب ولا العين، ده المخ. يعني لما كبرت شوية ويعني دراساتي توسعت، لقيت انه لا، ده القلب. لانه القلب احنا كنا فاكرين ان القلب مفعول به، يعني القلب لما بيجي يدق او يحس بانه عايز يروح للمحبوب او كده، يحب يشوفه ويحب يكلمه. بالظبط. ده نتيجة ان المخ اداله امر بهذا. اخيرا تم اكتشاف بقى، يعني في السنوات الاخيره، ان القلب فيه مخ. يعني هذا القلب فيه خلايا عصبيه عباره عن نوضح المعلومه العلميه دي. طبعا دي مهمه جدا. ان اصل انا يعني اللي خلاني بحثت في الموضوع ده جامد، انه كل ما ذكر في القران الكريم عن الايمان والخشيه، التقوى ها هنا، لهم قلوب لا يفقهون بها، حاجات كتير قوي بتجعل القلب موضع للحب والكراهيه والايمان والبغض وحاجات كتير. فانا ده اللي خلاني يعني اصل مش معقول ده كله يكون مجازي. فتبين بالفعل انه القلب فيه مجموعه خلايا عصبيه اسمها نيوروبيبتايدز، حوالي 60,000 خليه متصله باتصال مباشر وغير مباشر بالمخ. وبالتالي هي بتديله الامر وهو بينفذ، مش العكس. يعني اذا اعتبرنا القلب رئيس مجلس الاداره بيحط السياسه العامه، يبقى المخ هو المدير التنفيذي اللي بيقول لي ده اعمل كذا، والقلب ويطلع الهرمونات ويأمر بان العرق يجف، والكلام ده كله من خلال تأثيره وسيطرته على
الغدد الصماء. فمن هنا ده مهم جدا ان احنا ناخد بالنا ان هذا القلب هو موضع للحب وموضع للإيمان وموضع للتقوى، ومهم جدا. حضرتك اتكلمت على جزئية مهمة كمان، ان الحب ده بيختفي او بيقل، او بنبدأ ان احنا نشعر بالملل بعد 3 سنوات. هل الكيمياء بتختفي؟ ده كان زمان والله. لكن دلوقتي انا شخصيا لا يعني ما اقدرش اوعدك باكتر من 6 شهور يعني. ده الجديد. ده الجديد يعني. ده التطور العلمي الجديد. طبعا يعني حسب حتى سرعه الريتم بتاع الحياه. الاولاد ما عادوش بيطيقوا بعض اكتر من يعني في اول سنه بالذات. يعني انت بصي لو عديتي اول سنه من الزواج، ودي نسبه يعني كبيره من حالات الطلاق بتحصل في اول سنه، ممكن جدا ان الامور تستمر بعد كده. لكن مشكلتهم ان هم ما بيستحملوش بعض في اول سنه، مش عارفين يطبعوا طباعهم مع بعض، او يعملوا نوع من الموائمه، كل واحد يتنازل شويه عن حاجه. دكتور، حضرتك اتكلمت على اكتر من جزئيه، يعني يمكن ان احنا بنتعامل مع شخصيات بنشعر ان هم قريبين لينا، بنشعر احيانا ان في ناس عندها امتلاك لكاريزما، وبنقول فلان عنده كاريزما او عنده طله او ايا كان يعني، لكن في الاخر احنا بنركز على جزئيه الكاريزما. هل الكاريزما دي ليها علاقه ايضا بالكيمياء؟ طبعا، وبالموجات. يعني في اشخاص لديهم هذه الكاريزما، ودي يعني مش هنقدر نقول انها مفسره قوي، لكن نستطيع تفسيرها من خلال هذه الموجات الكهرومغناطيسيه اللي بتطلع. لان زي ما بقول لحضرتك، اولا دي هبه من ربنا، عطيه، منحه يا ربنا مديها لاشخاص معينين. ثانيا انه هذه المنحه بتجعلك، يعني بتجعل الشخص يدخل القلب دون استئذان، او في شيء معين في هذا الشخص انت بتحبيه. بنسمع المصطلح ده، دخلت القلب بالظبط بسهوله، او دخلت القلب دي تعبير علمي. يعني حكايه انك دخلت قلبي ده تعبير علمي، مش مجرد انه يعني كلام كده يعني. لكن المهم جدا ان الواحد لما يكون عنده هذه الكاريزما انه بيحافظ عليها بسلوكياته وتصرفاته، عشان زي ما قلنا المنحه الربانيه دي ممكن تسلب او تسحب. طبعا طبعا. يعني كثير من الناس اللي كان عندهم هذه الكاريزما وحادوا عنها، فبيفقدوا، زي ما قلت، ان الموجات دي هي ترجمه لما بداخلك. خلي بالك، يعني الموجات اللي بتطلع منك داخل الانسان يعني في حقد، في كراهيه، في غل، في حاجات كده. عمر الموجات دي ما هتبقى ايجابيه. الطاقه اللي طالعه منك عمرها ما تبقى ايجابيه. لو في حب، وفي حب للخير وعطاء، وان الانسان دايما متفائل وعنده قدره على ان هو يمرح ويضحك ويبص للجانب الايجابي، هتلاقي ان هذه الموجات طالعه وبتصل الى الشخص او الناس الاخرين. غريزه الامومه كيمياء؟ طبعا كيمياء وبيولوجي، لانه غريزه الامومه يعني هو ربنا سبحانه وتعالى عمل الهرمونات والبيولوجي والحاجات دي عشان يحافظ على الطفل الغلبان ده اللي ملوش حد. يعني انت متخيله، انا في لسه شايف فيديو مثلا ان قطه صغيره ماسكه كلب قد كده علشان مجرد انه قرب من اولادها فيعني قد كده غريزه الامومه دي حتى في الحيوانات. ربنا خالقها علشان يحافظ على الاجيال وتتكاثر، لانه هذا الطفل الضعيف ان لم يكن له حد يحميه بهذه الكيفيه فمش مش هيكمل. فبتلاقي ان ربنا خالق هرمونات بسيستم معين، اولها سبحان الله اللي هو هرمون الحب، الاوكسيتوسين ده. الاوكسيتوسين ده اول ما الطفل بيتولد كده بره بيجيبوه يحطوه على بطن امه، لقوا ان هذه الحركه بتعلي جدا من هرمون الاوكسيتوسين، والام لا تنساها مدى الحياه.
لا تنسى هذه اللمسة مدى الحياة. فقد كده الاستمتاع بغريزة الأمومة. أنا معرفش الناس الحقيقة اللي هم بيخرجوا عن هذا الناموس الإلهي ازاي يعني بيعيشوا. اكيد اعتقد بيبقوا مش طبيعيين يعني. بعض يعني. المشاكل النفسيه اكيد يعني. ننتقل من كيمياء الحب الى كيمياء المرح. تمام. رغم الضغوط ورتم الحياه السريع بتجد ان احنا محتاجين الى بعض المرح. حضرتك نوهت عن حاجه مهمه جدا، يعني لازم اخد اجازه، لازم افصل عشان تقويه جهاز المناعه، لان جهاز المناعه مع الضغوط بتقل. يعني نسبه يعني زي ما بنقول ان هو المناعه نفسها بتقل في الجسم طبعا. بيكون عرضه اكثر للامراض وهكذا. المرح والضحك من أهم التطعيمات ضد التوتر والانفعالات يعني والغضب والحاجات اللي بنمارسها وبنشوفها بشكل يومي. احنا كل يوم بنتعرض لكم من الضغوط اللي كفيلة بأن هي يعني ترقدنا. فإذا ما كانش عندنا ما يسمى بالماتيور كوبينج ميكانيزم اللي هو التكيف الناضج مع الانفعال، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان انا ادي لنفسي الجرعة المطلوبة من الضحك والمرح. وانا اعتقد ان الناس الكوميديانات دول ثروة قومية. يعني انا شايف انه مثلا عادل امام وصبحي واشرف عباقي والناس دي دول ثروة قومية يعني. ودي موهبة. معرفش ايه اللي يخلي واحد زي مثلا الناس دي تمثل تراجيدي. لا، ما تمثلش تراجيدي خالص، لان ربنا مديلك هذه النعمه، متميز في هذا الجانب وبالتالي حافظ عليه. وعلى فكره انت اهم من الدكتور النفسي بالنسبه للناس. يعني في ناس كتيره جدا بتعتمد ان هي تشوف جزء مثلا او يعني فيلم كوميدي او مسلسل كوميدي او ده علاج. دلوقتي في حاجه اسمها الهيومر او اللافتر ثيرابي، يعني العلاج بالضحك او العلاج بالمرح. انه مهم جدا انك انت، لان الضحك ده بيطلع افيونات طبيعيه، الاندورفينات بيعليها. الضحك بيقوي، بيكتر الاكسجين اللي داخل في الجسم وبالرئه ويصل الى المخ والعضلات. الضحك بيرفع الاجسام مضاده في مداخل الجهاز التنفسي، فالانسان المفرفش ده ما يجيلوش انفلونزا كتير. الضحك ايضا من الاشياء اللي تطيل العمر. يعني لما عملوا دراسة في جامعة ستانفورد عن الأشخاص المكتئبين اللي هم مكشرين على طول وبتاع، والأشخاص الضحوكين المرحين، لقوا إن دول يعيشوا أكتر من دول 8 سنوات لغاية سن 72 سنة. فطبعا إذا لم يكن لديهم أمراض أخرى، يعني في حالة تساوي. هو أسلوب للحياة. أسلوب للحياة ده مهم قوي، ومهم إنك تدور عليه، ما تستناهوش. يعني مهم تبحث عنه. أن تبحث عنه. ما تستناش لما الضحك يجي لك تقول ما هو الضحك ما فيش دلوقتي. لا، انت عارف ايه اللي بيضحكك، ادخل دور عليه واقعد معاه واستمتع بيه يوميا. لمدة قد ايه يا دكتور؟ على الأقل من ربع لنص ساعة يعني. وده كافي ان انا اطلع من المود وان انا اتغاضى عن الضغوط الضحك، وانك تعملي تمرينات للاسترخاء. استرخاء بشكل عام، سواء بقى يوجا، فيدباك، ريفلكسولوجي. الحاجات دي كلها من الحاجات اللي هي وعلى فكرة يعني برضو عشان الناس ما نعقدش الأمور عندها قوي، إذا ما كانش في يوجا ولا بتاع، يا أخي فكر قوم صلي ركعتين. ما لسه كنا هنتكلم على هذا الموضوع. يعني لو أنت صليت ركعتين، الإيمان والرضا بالظبط من الأشياء اللي بترفع المناعة جدا جدا. لأنه أنت لما بتصلي ركعتين أو بتتجه إلى الله أو بتعمل مديتيشن مع ربنا سبحانه وتعالى، تأمل مع الله سبحانه وتعالى، لما يقول لك إن من السبعة اللي ربنا بيظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدمع. الله، ده هنا المديتيشن بتعريفه العلمي المظبوط هو ذكر الله خاليا. يعني قاعد لوحده، ركز الآن وهنا في الزمان والمكان، وبالتالي لم يعد هناك شيء يشغله غير ربنا سبحانه وتعالى. ومن خشية الله سبحانه وتعالى فاضت عيناه بالدم. فادي حاجة.
ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها. انت لما بتدخل في الصلاة فانت بتفصل تماما عن الاشياء الاخرى اللي كانت عامله لك الاسترس والتوتر. يبقى دي اول حاجة. تاني حاجة، انت بتشتكي للملك القادر اللي يقدر يحل لك مشكلة بكون فيكون. يعني ما فيش بقى يعني حد ما يعني انت بتقول له يا هيجاوب يا ما يجاوبش. وبعدين شوفي العظمة الإلهية لما ربنا يقول لك ايه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الله، ده كل ما زاد درجة اضطرارك كل ما زادت الإجابة. يبقى أنت هنا نفسيا بترمي هذا الحمل على شخص تعلمي، استغفر الله العظيم، على المولى عز وجل اللي تعلمي انه قادر على ان هو يحل، زائد انك انت في نفس الوقت بتحاولي انك انت تستفيدي من انك تفصلي عن حياتك المتوتره اللي انت بتعيشيها. حضرتك ذكرت في الكتاب ايضا فكره التامل، التركيز في شيء معين، وان انا احاول ان اركز في هذا، وده في حد ذاته نوع من العلاج. طبعا طبعا مهم جدا ان الواحد يبقى يوميا فتره معينه يفكر في حاجه واحده. فكر في منظر جميل انت حر، فكر في السماء، فكر في الوردة، فكر في الزهور، فكر في البحر، يعني whatever اللي انت عايز تفكر فيه، بس افصل كل حاجة ما عدا هذا في الزمان والمكان، ما تفكرش غير فيها لمدة معينة. وفي تمرينات اخرى للاسترخاء وللانقباض والانبساط والحاجات دي كلها علشان اقدر اتحكم في الجهاز العصبي اللا ارادي لما انفعل. يعني لما انفعل ما يتحكمش فيا، ما تتحكمش فيا لوزة المخ اللي هي على طول بتشتغل في سكتها يعني، فبتخلي ناس ساعات ترتكب جرائم. في الحالة دي احنا هنتكلم على ارتباط كمان ساعات النوم والساعة البيولوجية بالنسبة للإنسان، قد ايه بيأثر ده في تنظيم حياته وساعات العمل في فترة الصباح، وعدد ساعات النوم كمان في ان هو بيرفع من كفاءة الجهاز المناعي. احنا كنا طول عمرنا نعرف ان في اولا ربنا سبحانه وتعالى علمنا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، يعني الليل للنوم والخلود والسكينة، والنهار للعيش والكدح لما بدأنا ندرس لقينا انه ده ماشي تماما مع الهرمونات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها في جسمنا، وماشي تماما مع شغلة العضلات، وماشي تماما مع شغلة المناعة. وفي حاجات معينة فسيولوجية بتحصل في أوقات معينة نتيجة الساعة البيولوجية، يعني تلاقي مثلا أزمات القلبية تحصل فجر، برضو الحاجات الأزمات الربوية والحاجات دي على الساعة 3-4 الصبح هتلاقيها في القمة بتاعتها. فلو إن في ارتباط وثيق جدا بين الصحة وبين الساعة البيولوجية اللي ربنا خلقها. لما بتتبعي الساعة البيولوجية ويجي الليل أو الظلام ويحصل النوم وبعدين تقوم الفجر تبدأي يومك، ده بيتوائم مع المنظومة اللي ربنا خلقها. كنا فاكرين ان الساعة البيولوجية دي مجرد الخلايا اللي موجودة اسمها السوبرا كازماتيك نيوكليوس اللي في المخ هنا اهو، ومن خلال الضوء الميلاتونين بيطلع بالليل لما الضوء بيختفي قبل الساعة 12 مش كده؟ وبعد الساعة 12 خلاص بالليل. لا بالليل اول ما الظلام يجي يبدأ الميلاتونين يطلع. يعني يفضل ان انا انام بدري على قد ما اقدر، على قد ما تقدري. وبعدين الميلاتونين يقابله الكورتيزول اللي هو هرمون النشاط والحركه وبتاع اللي بيطلع الصبح اول ما النهار يطلع. فاذا انت قلبتي فتقلبي الوظيفه. اكتشفنا ان الساعه البيولوجيه بالمناسبه موجوده في كل، يعني جينات موجوده في كل خليه من جسمنا، يعني كل خليه من جسمنا بتتبع الساعه البيولوجيه في وظيفتها. يعني الكلى انك بالليل مثلا ما تدخليش التواليت كتير، انك ما تفقديش الميه بتاعتك لان الجسم عايز يحافظ عليها،
ان القلب يشتغل ببطء علشان خاطر ما فيش كذا. فهي كلها منظومه الهيه ربنا سبحانه وتعالى خلقها على ابدع ما يمكن. دكتور، احنا دايما بنتكلم على فتره الشباب، هي فتره بناء الجسم والجهاز المناعي، والحصيله بتكون في فتره الشيخوخه. صح. طيب ايه اللي المفروض ان احنا نعمله عشان نهتم بالجهاز المناعي يكون كفاءته عاليه؟ زي ما قلتي نبدا من الصغر، يعني نبدا من الصغر. انا طبعا الكبر يعني هنقوله، بس علشان الشباب اللي يعني مغتر بقوته وشبابه، خلي بالك اللي زي ما قلت اللي هتزرعه دلوقتي هتحصده. كنا الاول بنشوف ازمات قلبيه عند فوق ال50 وال60 والحاجات، دلوقتي بنشوف 20 و30. ليه؟ لانه اللايف ستايل اتغير، شباب قاعد على طول على النت، دهون كمان، فاست فود، وجبات سريعه، دهون، عدم مشي، عايز يطلع بالعربيه بيتهم، حاجات كده يعني. فالكلام ده اثر بالسلب على الشباب. ايضا ما عادوش ياكلوا خضار ولا فاكهه ولا حاجات من دي، فبالتالي مناعتهم بتقل. التلوث والميكروبات والحاجات دي كلها. فاولا لازم نعلم ولادنا اسلوب الاكل الصحيح. يعني لابد الخضار والفاكهه والحاجات الفريش دي ونغسلها كويس علشان خاطر التلوث والحاجات دي، واذا كان تتقشر او نحطها في برمنجانات خل وليمون. الحاجة التانية انه نعلمهم انه ما يقعدوش على اللابتوب والكمبيوتر والتليفونات والحاجات دي، لان الموجات الكهرومغناطيسية دي لو على اللونج ران، احنا لغاية دلوقتي يعني بتجيلنا تقارير طبعا عن حالات ممكن صرع تفاعلي بيحصل، حالات بعض اورام في المخ، حاجات كده. كل ده من الاجهزه اللي ماسكين التليفون طول النهار. الحاجات دي كلها لازم اعلمه تعامل خاطئ مع اعلمه ازاي يتعامل معاها. وبعدين يمارس رياضه وينام كويس، وينام بالليل، مش يقلب يومه يعني ليل ونهار ونهار وليل. وبعدين لابد ان هو يكون يعني مندمج ومرح في وسط الناس يعني. كيمياء الحب والمرح والمناعة هو كتاب شيق فيه عدد كبير جدا من المعلومات ويعني العلمية، ومعلومات دقيقة جدا ومهمة جدا. حاولنا ان احنا يعني نتناول الجزء الأكبر من الكتاب، لكنه مفيد جدا، ورفع جهاز المناعة من خلال الحب والمرح دول حاجتين مهمين جدا. شكرا جزيلا للأستاذ دكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة وزميل الأكاديمية الأمريكية لأمراض المناعة. نورتنا يا فندم وشرفتنا. نلتقي ومطبخ زينة وشيف غادة إبراهيم.